عارفين اهم مرحله وانتوا بتعملوا البيت ايه هي؟ الستايلينج. ان انت في الاخر تلاقي الدنيا كلها طالعه بنفس المود ونفس الشكل، والدنيا كلها انت تحس ان انت قاعد في البيت مرتاح. يعني هنا مثلا اللون الجوكر معانا الهافان، بدأنا نحطه في المخدات، نحطه في الكراسي، نحطه في الخشب، ونوحد الالوان. ولازم الورده اللي هتستخدمها مثلا توحدها، ولازم يبقى العدد فردي، ولازم يبقى شكل مثلث او هرمي. ده اللي بيخلي الدنيا في الاخر باينه، تحس ان انت قاعد مرتاح. برضو ما تنساش الوظيفة، لازم يبقى معاك في كل حاجة. اللون مثلا اللي هتستخدمه لازم يترد عليه في أكتر من مكان. فأقل التفاصيل بس بتفرق قوي، يعني في الآخر بتحس إن الدنيا شكلها شيك. هنا مثلا الجولد احنا وحدناه في كل اللايتنج يونت، كل الأباليك، كل النجف معمول باللون الجولد، وردينا عليه في شوية اكسسوار بنسبة خفيفة عشان في الآخر الدنيا تبقى موزونة. التفاصيل دي هي اللي بتفرق، هي اللي بتميز بيت عن بيت. وعامة في الآخر كل بيت بيطلع شبه صحابه، بيكون بالروح بتاعته بالألوان اللي هم بيحبوها.